صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن احوالكم وانتم تشاهدوا في لا فيديو تاع نهار اليوم. حبيباتي راني عاودت وليت لكم بعد غياب. الله غالب الظروف، مع الدار، مع الشغل، مع التربيه، مع الدراري. راكم عارفين الانسان يعني باه تصوري فيديو ديري المونتاج يعني والله ما هي كيما نقول حنا ماشي حاجه سهله. المهم البنات، هاني عاودت وليت لكم بهذا الفيديو، جبت لكم حلوه كيما نتوما ان شاء الله ربي يحل اياماتكم. قولوا لي كيف راكم دايرين، كيف احوالكم مع هذا الجو؟ خطره شتا، خطره سخانه، خطره برد، خطره ما فهمنا والو. هذا الجو والله ما بغى يفهم روحو، الشتاء ما بغى يروح والصيف ما بغى يدخل. المهم البنات، لا علينا، كيما راكم تشوفوا جيتكم بهذا الفيديو بهذه الحلوه، حلوه الشوكولاته ولا حلوه السنيكرز، كل واحد كيف يسميها. انا صراحه كي رحت ضيفه عند اختي في العيد، صدت بنت اختي صنعتها، عجبتني يعني الذوق تاعها هبال. قلت شوفي، قلت لها هذه الحلوه غير نروح للدار، قلت لها نصنعها. قعدت في خاطري يا البنات حتى خدمتها، وهاني صورتها وراح نبارطاجيها معكم. المهم غالياتي، كما راكم تشوفوا بديت هنا بالمقادير، كلش راه واضح، كلش راهو باين قدامكم، كما راكم تشوفوا. كما العاده، كما العوايد، كما تعودتوا عليا، فيديو مع وصفه ولا مع روتين مع موضوع مهم. كما تعرفوني دائما نبغي نفيدكم الغاليات، نبغي هكا نجيب لكم الافكار الايجابيه والطاقه الايجابيه، نبغي اي حاجه نشوفها يعني نفعتني نبغي نشاركها معكم. ها يا خياتي، كما انا نبغيكم ونخمم فيكم، انتم يلا ديروا لي جيم لا فيديو، ضربوا لي تشوفوا هذاك الجام، يلا هاني فكرتكم به. هكذا ما ديروليش السبه وتقولوا لي نسينا داك الجام ومن ديروا لي جيم لا فيديو. ابوني في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، هكا باهي يلحقكم كل جديد، وتنضموا للعائله تاعي يا الغاليات. والقناه قناتكم قبل ما تكون قناتي، ومرحبا بيا انا عندكم. المهم البنات، ما نكثرش عليكم الهضره، ما نكسركمش لسانكم، نروحوا ندخلوا في الموضوع تاع نهار اليوم. موضوع مهم، موضوع هايل والله العظيم، يستاهل انكم تسمعوه، ويستاهل انكم تكملوا لا فيديو حتى النهايه. هيا ما تخرجوش من الفيديو حتى تكملوه. المهم اليوم واش راح نهضر لكم على التقسيم تاع المصروف تاع البيت بصفه عامه. راح نهضر لكم على التقسيم الشخصي تاعي انا اللي معتمدته صراحه، والتقسيم هذا خرج عليا والحمد لله يا رب. المهم البنات، كما نقولوا المصروف تاع البيت بصفه عامه، المصاريف تاع البيت كامل واش يدخل فيها. اول حاجه المواد الغذائيه والتنظيف، ثاني حاجه اللحوم، ثالث حاجه خضار وفواكه، رابع حاجه قولوا معايا المصروف اليومي. هذه رانا نهضروا على المصروف تاع البيت، يعني ماناش نهضروا على كيما نقولوا حنايا تاع الفواتير وتاع كيما نقولوا حنا تاع الادخار، هذو خلينا منهم. انا المهم راح اليوم نشرح لكم طريقتي في تسيير المصروف البيت تاعي في الشهر كامل. شوفوا البنات، كما تعرفوني انا دائما كي نقضي القضيه تاعي الشهري نبارطاجيه معكم، والحمد لله يا ربي راكم عارفيني، والمشتركات الوفيات اللي بداو معايا من البدايه معرفيني باللي انايا ما نفوتش 600، كي نكثر 700,000، كي نكثر 700,000. انا كي نروح نقضي ما نكتبش عليكم البنات، اني نلتزم غير بالاساسيات، انا قلتها لكم وعاودتها لكم، راني نلتزم غير بالاساسيات. انا ما نجيبش صوالح زايدين، ما نجيبش صوالح كما نقولوا حنايا ما عندهمش اهميه، وبعد نعشي نروح نخلص انا مليون ولا مليون و200 ولا مليون و300 نحطها غير في الريفي تايمه. الانسان يخمم بعقله. هانتي حطيتي مليون و300 ولا مليون ونص في الريفي تايمه، الخضره اش خليتي لها، الفواكه، اللحوم، المصروف اليومي، هذو ماكش دايرت لهم حسابهم. الانسان لازم يخمم، لازم ديري حسابك لكلش. انا الحمد لله يا ربي العائله تاعي يعني صغيره، ماهيش كيما نقولوا الافراد ماهمش بزاف. انا والزوج، ولادي صغار، وليدي الكبير عنده 4 سنين وبنتي صغيره عندها عامين، يعني المصروف تاعنا ماهوش كيما نقولوا حنا ماهوش بزاف. والزوج يضل خدام، يجي حتى الحشيه، انا يروح لاكراش ما يجيش حتى الواحدة ونص، صافي نقعد غير انا وانفال. ولا الصراحه البنات قليل 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 وين ندير الفطور، كي يكون الزوج قاعد ولا كيما يتفضليش الماكله تاع الحشا. وانا اذا لاحظتوا معايا دائما كي راني نهضر لكم وكامل نقول لكم باللي في الحشا دائما نبغي ندير بزياده باش يبقى لي الفطور تما غير انا وبنتي. هذا هو الاقتصاد، هذا هو التوفير، هذا نوع من الاقتصاد ونوع من التوفير. بلاكم تقولوا لي بخل، لا ماهوش بخل. البخل كي نحرم روحي ما ناكلش، البخل كي نحرم روحي ما نطيبش، البخل كي نحرم روحي ما نروحش نقضي، ما نجيبش الصوالح اللازمين لداري، ما نجيبش الصوالح الاساسيين لداري. انما باه نروح نطيب بزياده باه تبقى لي الصباح، ولا بزياده باه تبقى لي الحشيه، نقص على روحي المصروف، نقص على روحي الجهد، ونقص على روحي التعب. هذه تكون ضمن دائره الاقتصاد والادخار. المراه المدبره واللي تعرف تصرف واللي تحسن تسير امورها، هذا هو التصرف المعقول. هذه هي البنات، انا المهم ندير اللي خرج عليا.
بالك يعني كل واحد كيف يشوف الامور، كل واحد عنده وجهة نظره في الامور. انا هذه هي الحاجه اللي تخرج عليا، والحمد لله يا ربي لقيت روحي عليها. وكما قال لك ان شاء الله ربي يدومها ويخليها نعمه دائما. المهم لا علينا البنات، كما قلت لكم دايره 700,000 الماكسيموم، 700,000 دايرتها المواد الغذائيه والتنظيف. نجيب قضيه يعني كامل تاع الشهر الحمد لله يا ربي، يعني ملي بدا الشهر ما نستحتاج والو تاع الريفيتايم، نجيب كلش كامل واش نستحق. بين قوسين برك البنات، هنايا هذه الزبده تاع ديما والله ما عجبتني، اول مره نشريها، اول مره نستعملها. شوفوا العجينه كيف خرجت لي مشقه، مانيش عارفه علاه. يعني مزيه، وهذا هذا الكاطو راح يتغطى بالشيكولا، يعني مش راح يبان. المهم ما عجبتنيش اول مره واخر مره، راح نشريها باذن الله تعالى. انا موالفه بماني، موالفه بصول، قلت معليش شفتهم كاع يهضروا عليها في التلفزيون يخدموا غير بها، قلت نسيي منها ونشوف. المهم ما عجبتنيش، المهم انا ما ننصحكمش بها. هذه بين قوسين برك. كما قلت لكم غالياتي، دايره 700,000 المواد الغذائيه والتنظيف. الخضر والفواكه دايرت لهم 130 ماكسيموم، 130 كل سمانه عندي خضره مع شويه تاع فاكهه. الفاكهه نوع كل سمانه واش يجيب لي على حساب، ونشري الفاكهه الموسميه. رانا في وقت الدلع يا اختي انا نشري الدلع، رانا في وقت الفقوس نشري الفقوس. دوكا منشي انايا مانيش في وقت فراز راح نشري فراز، مانيش في وقت كيما نقول حنا التفاح راح نشري التفاح. يا اختي انا نشري على حساب دراهمي، ونشري على حساب جيبي، ونعيش على حساب جيبي. ما نشوفش للناس، انا ما نشوفش اللي ياكل البنان دائما، انا ما نشوفش اللي ياكل الدجاج دائما، انا ما نشوفش اللي ياكل صوالح هذو دائما. كل واحد حر في حياته، كل واحد والقو تاعو، كل واحد متطلباته، كل واحد ومستلزمات تاعو، كل واحد وجيبه. يا خواتاتي انا نقولها لكم من الاخر، عيشوا على حساب جيبكم، ما تشوفوش للناس. كاين ناس مساكن الكسره ما صابوش بيشروها، انا نشوف لهذوك، ما نشوفش اللي دائما، ما نشوفش اللي كالكا والهاي هاي اللي ماكلتهم غير اللحم، ماكلتهم غير الدجاج. لا لا، كما قال لك شويه لقلبي وشويه لربي، شويه لدنيتي وشويه لاخرتي، هذه هي. المهم كيما قلت لكم 100 120 130 الماكسيموم دايرتها خضر وفواكه كل سمانه. المصروف اليومي يختلف، ما نكذبش عليكم مانيش دايرت المصروف ثابت. واحد الوقت تامنوا يا البنات ولادي كانوا كل يوم الياغورت يوميا تامنوا باللي يوميا، والله العلي العظيم امنوني الفريجيدار الياغورت ما كان يخطيه نهائيا. ومن بعد دوكا لا بدلت العقليه اخواتاتي، ها وداك الياغورت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، قال لك اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. ايوه قلت له اسمع السي محمد، قلت له نقص الياغورت دوكا صح كيكونوا صغار كيما نقولوا حنايا يكونوا لازم يكونوا. المهم فهمتوني بلا ما نقول لكم. قلت له نقص، يعني وليت نجيب لهم 2 خطرات في السمانه. هذه اني درت لهم بروغرام تاع 2 خطرات في السمانه. يبقى لي الخبز منين داك نعجن، منين داك هو يجيب. هكا منين داك الانسان يتشهى حاجه، تبغي سقايط، تبغي شيكولا، تبغي ياغورت، تبغي جو، تبغي غازوز. المهم هذو صوالح راهم باينين كل انسان، وكما قلت لكم على حساب الكو تاعو وعلى حساب مصروف. انا صراحه الغازوز ما نجيبوش بزاف على عجل ولادي، خاطش ولاو يشربوه لي بزاف، وانا خاطر مرض لي منه. يعني غير ربي سطرو الحق لي حتى للسبيطار، من ثم قلت صاي الغازوز ماشي ما نجيبش كاع، وانما في الحد المعقول. المهم منين داك هكا نجيب لهم قرعه، وخطرات يجيب جي. المهم لا علينا، هذا بالنسبه للمصروف اليومي. قلت لكم يختلف بين الحليب نجيب الحليب، يعني كل ما نلقى الحليب نجيب، باسكو نبغي نخدم المفلون، نبغي لي ديسار، نبغي ما حنا نشربوا به القهوه. الفلو يعني كي نلقى انا نجيب، كي يلقى الزوج اللي يجيب. الحليب عفوا كل ما نلقاو لازم نجيب الحليب، يعني الفريج تاعي ما يخطينيش من الحليب. هذو ضياف على غفله ما تحسي كاع كيفاه اون كاو خطرات اللحظه لولادي ما يكونش كاين ندير لهم حليب. المهم هذه هي، هذا بالنسبه للمصروف اليومي. بالنسبه للحوم البنات انا واش دايره، انا شوفوا في الشهر يجيب لي 2 دجاجات، ما نكذبش عليكم وما نزوخش عليكم، لا زوخ لا فخ. منين داك يعني كي يكون معايا المصروف بزاف، ولا كي ما يكونش عندي، ما نكونش مزيره ولا ما نكونش مبريسيه ولا حاجه، نجيب 3 دجاجات، تلحق لي حتى 3 دجاجات. بصح في اغلب الاحيان البنات نجيب 2 دجاجات في الشهر. يا اختي انا ناكل 2 دجاجات في الشهر خير من اللي ما ناكلش كاع، وناكل 2 دجاجات في الشهر خير من اللي ناكلو كل يوم، باسكو كما عارفين قلت لكم اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. الدجاج تاع دوكا موش يكبر ناتورالمون، دوكا راه يكبر بالدواء، يعني حاجه كتكثري منها اكيد راح تضرك. المهم كيما قلت لكم علينا هذا مش موضوعنا تاع تضرني ولا ما تضرنيش. المهم بين قوسين برك حبيت نفهمكم، دايره 2 دجاجات في الشهر. ومنين داك هكا كيجوني ضياف وما يكونش عندي نشري، منين داك كي نطيح اون بان نشري صدر تاع دجاج، ولا خطرات نشري سكالوب، خطرات مرقاز. المهم كيما نقولوا حنا قليل وين نشري هذو الصوالح. هذوك 2 دجاجات نقطعهم والحمد لله يا ربي، وانا من كيما شتوني طيابي بسيط على قدي، قد راجلي، قد جيبي، قد مصروفي، قد مدخولي. ما نطيبش كل يوم بالدجاج، ما نطيبش كل يوم باللحم. هذه هي البنات.
الانسان ياكل قيس وقيس روحه، الانسان ياكل قيس وقيس جيبو. ما تشوفيش اللي يخلصوا 10 ملايين و15 مليون في الشهر، شوفي هذوك اللي ما عندهمش مساكن، شوفي داك اللي المدخول تاعهم ضعيف. والحمد لله يا ربي، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. راني لاقيه على روحي على هذا المصروف، على هذا التقسيم عفوا. الحمد لله يا ربي. الانسان اذا فيه دين يقضي دين، اذا حبيتي تخبي خبي، اذا بغيتي تشري قش اشري قش. وكل وحده وطريقتها، وكل وحده وتفكيرها، وكل وحده وتخمامها. المهم هذا هو تخمامي شاركته معكم. هذا هو الكاطو تاعي البنات. شوفوا كيفاه جا، وكما نحكي لكمش ديك البنه كيفاه جات، داك الجوز مع ديك الشيكولا. بنه 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 عالميه وخلاص. شهيتكم في الجنه غاليتي. اي وحده ريت توحم وريت تشوف داك الكاطو نقول لك سمحي لي حنو انت راكي قريبه ليا والله ما يخسر فيك. المهم غالياتي، حلوه حلوه كيما نتوما، جربوها على ضمانتي والله العظيم غير قمه في الروعه. انا هنايا البنات ما بغيتش نلصق ندير حبه فوق حبه، انا بالعاني خليت السمك شويه كبير خاطش من الاول مديسيديا باللي غير هكاك، وندير الطوفيه كراميل من فوق شويه جوز وراح نكلاصي. مي اللي تبغي تدير حبه فوق حبه ما عليك، غير ترقي برك الحبه وديري حبه فوق حبه، لصقيها بالكريمه ولا بالمعجون ولا كيما تحبي نتيا. المهم كانت هذه الحلوه تاعي البنات، جربوها يعني ما كنتش رايحين تندموا. على ضمانتي تخرج لكم قمه في البنه. كانت هذه لا فيديو تاع نهار اليوم، كانت هذه الحلوه تاع نهار اليوم، كانت هذه نصائح تاع نهار اليوم غالياتي. ان شاء الله تكون فادتكم، ان شاء الله تكون نفعتكم. واش بقى لي نقول لكم؟ تهلاو في روحتكم، الى الملتقى باذن الله تعالى، مع السلامه.